السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناه منوعات شمس. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال وفي صحه جيده. وصفه اليوم غادي نشارك معكم فيها لي كوكيز اللي كيجيو صحيين. غادي نخدمهم معكم اليوم بالشوفان وبالقمح الكامل، كيجيو لذاذين بزاف. كنحتاجوهم هكا لوليداتنا في المدرسه، كينفعونا بزاف وكيجيو صحيين، كيجيو مقرمشين. اكيد الا جربتوهم غادي يعجبوكم وغادي ينفعوكم بزاف في المدرسه. على الاقل تنصيفطوا مع وليداتنا شي حاجه للمدرسه اللي كتكون صحيه ومصايبينها في الدار على يدنا، كتكون نقيه وكيكونوا فيها مواد اللي غادي تنفعهم. بقاو معايا حتى لاخر الفيديو باش نتعرفوا على الطريقه والمقادير ديال هاد لي كوكيز. في المقادير كنحتاج 250 غرام ديال الزبده. استعملت هنايا ديال العلب، يمكن لكم تعوضوها بالزبده حيوانيه كتجي بنينه اكثر. وعندي هنايا جوج ديال البيضات كبارين فيهم 4 ديال المحوحه. يمكن لكم نتوما تضيفوا 3 البيضات كبار اولا 4 صغار. كذلك غادي نحتاج 250 غرام ديال الشوفان و250 غرام ديال الدقيق القمح الكامل اللي غربلته واحد التغربيله هكا خفيفه حيت منه هذيك النخاله الغليظه. وغادي نحتاج كاس ديال سنيده وخماره. غادي ناخذ الزبده، غادي نوضع عليها كاس ديال سكر سنيده وواحد شويه ديال الملحه، وغادي نخلط هاد المكونات كاملين مزيان حتى كتجانس ليا هذيك الزبده مع سنيده وكتذوب ليا السنيده. من بعد ما خلطت هاد المكونات مزيان غادي نضيف البيض. كما كتلاحظوا كل بيضه عندي فيها جوج ديال المحوحه، يعني عندي 4 المحوحه، عندي بيض كبارين، جوج بيضات كبارين. نتوما تقدروا ديروا 3 البيضات كبار اولا 4 صغار. غادي نخلط هاد العناصر كاملين مزيان حتى كيتجانس لي هذاك البيض مع الزبده مع سنيده، كيولي عندي واحد الخليط متجانس. في هاد المرحله غادي نبدا نضيف القمح. غادي نضيف هاد الزلافه كامله غادي نخلطها، وكذلك غادي نضيف الزلافه ديال الشوفان حتى هي. غادي نبدا نزيد في الشوفان وغادي نخلط حتى كنخلط هذيك الكميه كامله، ومن بعد غادي نزيد الخماره وغادي نخلط كذلك. الا بان لكم الخليط ديالكم مازال شويه مطلوق تقدروا تزيدوا شويه ديال الدقيق ديال القمح. كما لاحظتوا انا رزت تقريبا واحد نصف كاس ديال الدقيق ديال القمح باش جمعته. الخليط ما خاصوش يبقى يتلصق ليا بين ايديا ملي نكون كنكور فيه. من بعد ما خلطت هذوك جوج زلايف ديال الشوفان وديال الدقيق ديال القمح غادي ننكه دابا درت انايا النكهه ديال الناط. تقدروا تضيفوا اي نكهه، ولكن هاد النكهه خصيصا كتجي فيه لذيذ بزاف وكتجي رائع. تقريبا انا هزت واحد نص كاس ديال الدقيق ديال القمح باش غادي نجمع الخليط ديالي حيت بقى ليا شويه مطلوق. صافي من بعد ما خلطت الخليط ديالي مزيان كنحصل على الكوكيز ديالي على هذا الشكل هذا، ما يكونش كيتلصق في اليدين، ساهل باش كنكوروه. هذا هو القوام اللي خاصكم تحصلوا عليه. نتوما تقدروا تضيفوا هذاك نص كاس تحتاجوه، اولا تقدروا ما تحتاجوش على حسب البيض ديالكم، على حسب القمح واش كيتشرب ولا لا. صافي دابا غادي ناخذ واحد الصفيحه اللي فرشت ليها ورق ديال المطبخ وغادي نبدا نكور على هذا الشكل هذا. كنحاول نقادهم باش كيجيوني كاملين مقادين ومتساويين. الحجم ديال الكوكيز كيبقى لكم الاختيار، بغيتو كوكيز صغير او لا كبير. انا كما كتلاحظوا درتو حجم متوسط كيجي زوين بهذا القياس هذا. صافي غادي نبقى نخلط بنفس الطريقه حتى كنكمل هذه الكميه كامله اللي عندي. والا التصق لكم في يديكم تقدروا تضيفوا واحد شويه ديال الزيت غير باش ما يبقاش يتلصق لكم. صراحه انا ما احتاجيت لا زيت لا والو. صافي كنبقى نكور ونقرصو بهذا الشكل هذا حتى كنكمل الكميه كامله اللي عندي بنفس الطريقه. وغادي نجيب دابا بيبيت شوكولا وغادي نوضعهم من الفوق ديال الكوكيز. تقدروا تضيفوهم عشوائيين اولا تقادوهم كيف ما درت. من الافضل تاخذوا بيبيت شوكولا تكون نوعيه جيده باش ما كتذوبش لكم وكتبقى محافظه على الحجم ديالها. صافي حتى هو غادي نبقى نكمل بنفس الطريقه حتى كنسالي هاد لي كوكيز ديالي كاملين. وفي هذه المرحله راني ملي كنقرب نسالي شعلت الفران ديالي يكون سخون. غادي نوضع الصفيحه في الفران الفوق حتى كيشد فراسو كيتحمر لنا من التحت. صافي وكنهبطو يتحمر في الوجه ديالو، ما كنحمروش بزاف غير كياخذ داك اللوين ذهبي. صافي ودغيا كيطيب، ما كياخذش معنا مده طويله في الطياب.
جربوه حيت كيستحق التجربه وكيجي لذيذ بزاف، واكيد غادي يعجب وليداتكم. وبالاخص هذيك النكهه ديالنا عطاتو واحد المذاق زوين ديال البسكوي رائع. يمكن لكم تحتفظوا به في علبه محكمه ديال محكمه الاغلاق، وكيبقى لكم تقريبا سيمانه اولا 15 يوم، ما كيخسر ما حتى شي حاجه، وكيجي لذيذ رائع صدقوني. واخا نبقى نشكر فيه حتى نعيا. جربوه وردوا عليا في التعاليق كيف جاكم. صافي غادي ندخلوا الفران دابا، وهذا هو الشكل النهائي ديالو من بعد ما طاب. عطيتو هذاك اللوين محمر، ما تحمروش بزاف، غير اللوين ذهبي فقط، وكيجي على هذا الشكل هذا، كيجي لذيذ بزاف. انا راه ما داش ليا يومين، يعني يومين ما كيديهاش ليا، هو راه كيبقى حتى سيمانه 15 يوم ما كيخسرش. الا عجبتكم الوصفه ديال اليوم خليو لي لايكات ديالكم، خليو لي تشجيعاتكم. واللي اول مره غتشوف القناه ديالي كنقول لكم مرحبا بكم في قناتكم. شاركوا معايا في القناه، فعلوا زر الجرس باش يوصلكم الجديد ديال القناه ان شاء الله. وكنقول لكم مع السلامه الى وصفه مقبله والى فيديو مقبل بحول الله.